سبيد عمره ما راح يسجل وخلاص اعلن اعتزاله. زي ما بتعرفوا كل سنة بتتنظم مباراة خيرية بين صناع المحتوى واللاعبين المعتزلين، وسبيد جزء اساسي منها. بس كان عنده مشكلة انه باول سنتين ما سجل، وحاليا هو بقود فريقه في السنة الثالثة ضد الظاهرة ابو فلة وكي اس اي. سبيد مع انيستا ودافيد سيلفا ملوك صناعة اللعب، وطلب منهم انه يسجل. حكوا له بس الموضوع عنا، بس لا، الامور ما مشت مثل ما بده. سبيد ما قدر يسجل بالمرة، على الرغم من انه عمل عرضية وكي اس اي سجلها بنفسه ولا اجدع مهاجم. المباراة انتهت بنتيجة 6-5 لمصلحة فريق ابو فلة، وابرز شيء كان ايمان اللي فيه روح هداف، سجل هاتريك خرافي. شوفوا الاهداف كلها احلى من بعض. ولا مساعد الفوزان اللي سجل هدف عالمي وكان كاتب احب تشي كويت. وابو فلة اكيد حط بصمته من ركلة جزاء. بس سبيد ما قدر يسجل، ليطلع بعد المباراة زعلان ومكتئب، وبيحكي انه خلاص بيعتزل. هاي ثالث سنة بدون ما اسجل. كلنا انتظرنا السي من سبيد، بس واضح انه عمرها ما راح تيجي. وانا بحكي خليك على المصارعة احسن، ولا شو رايكم؟